فيلمنا بيبدأ مع مايك سنة 1989 وهو بيتدرب في مدرسة هايدن الثانوية، وبيكون حلم عمره إنه يتم اكتشاف لعبة كرة السلة وياخد منحة دراسية الجامعة اللي نفسه فيها. وقبل ما المباراة بتاعة كرة السلة بتبدأ بيجيله صديقه جاك وبيقوله إن سكارلت حبيبته عايزاه ضروري، وبيروح يتكلم معاها وبتقوله الخبر اللي بيشدد انتباهه وبيخليه ما يقدرش يكمل أهم مباراة في حياته، وبتسيبه وتمشي وهو بيجري ورا سكارلت وبيقول لها إن الطفل هو مستقبلهم لأنها بتكون حامل، وبيقرر إنه يهتم بيها بالطفل. وبتعدي سنين وبتيجي سنة 2009 وبتكون حياته اتدمرت ومراته سكارلت وأولاده مش بيحبوه، وبيكون قاعد مع صديقه ند في بيته ومفيش حاجة عدلة في حياته إلا الترقية اللي مستنيها من مديره، وبيروح على شغله على أمل إنه ياخد الترقية دي، وبيلاقي إن المدير بتاعه ادى الترقية لواحدة مكملتش شهرين، وبيكون هو بقاله 16 سنة شغال في الشركة. وبيعترض مايك على اللي حصل فبيترفد من شغله، وبيروح لبنته في المدرسة وبيقابل عامل نظافة بيقدر يتعرف عليه انه مايك طالب مشهور اللي كانت المدرسة كلها عارفاه، وبيكون باصص لصورة الفريق بتاعه وهو شاب صغير، وبيقول مايك لعامل النظافة انه بيتمنى يرجع للماضي تاني ويعيش ايام شبابه من جديد. وبيسأله العامل هل انت متأكد من اللي بتتمناه دلوقتي؟ وفجأة بيختفي من قدامه وبيقابل بنته ماجي هي واصحابها، وبيقول لها انه جاي عشان يخرج معاها هي واخوها أليكس زي زمان، وبيكتشف انهم مش طايقينه ولا يعرف عنهم اي حاجة. وبيوصلهم البيت وبيلاقي مراته بتدمر في حاجته وبتقوله ان طلاقهم هيتم بعد اسبوعين في المحكمة، وانها تعبت من كتر ما سمعته بيشتكى ان مستقبله ضاع بسبب جوازهم، وان كان قدامه مستقبل حافل بالانجازات لولا الحمل المفاجئ اللي حصل لها، عشان كده الطلاق هيبقى افضل حل ليهم. وبتسيبه وبتمشي وبيلاقي الدنيا مطرت، واثناء ما هو ماشي بيشوف عامل النظافة بينط من على جسر في المية، وبيروح يبص عليه في المية بيشوف دوامة قدامه فبيدوخ وبيقع فيها. وبيطلع النهار وبيروح مايك بيت ند وبيكون لبسه مليان طين من النهر، وبيدخل ياخد دش وبيبص لنفسه في المراية بيلاقي شكله صغير وانه رجع لسن 17 سنة من تاني، وبيتخض وبيفضل يصرخ. واول ما ند بيشوفه بيفتكره حرامي وبيحاول انه يموته ويفضل يجري وراه، وبيحاول مايك انه يشرح له اللي حصل وانه صديقه لحد ما بياخد باله من صورة مايك وهو صغير اللي عنده في البيت، وبيقرر انه يصدقه وبيهدوا عشان يستوعبوا اللي حصل. وبيفتكر انه شاف عامل النظافة وهو بيحاول ينتحر، فبيجري على المدرسة وبيدور عليه لحد لما بيلاقي اثار مية في الارض، وبيمشي وراها وبيلاقيها بتنتهي عند جردل المية اللي قدام ملعب كرة السلة. وبيرجع مايك لند وبيقوله انه فهم انه هو رجع صغير ليه، وانه ناوي يعوض السنين اللي ضاعت منه ويرجع للمدرسة من جديد وكرة السلة. وبيخلي صديقه ند يساعده في دخوله المدرسة ويقدم له فيها على اساس ان هو والده. وبيدخلوا مديرة المدرسة مش جين وبيعجب بيها ند اول ما بيشوفها، وبيقدم مايك نفسه باسم مارك وبيقدم شهادته للند زورها له. وبيتقابل مارك في المدرسة وبيقرر ند يجهز مارك للمدرسة بطريقته، وبيجيب له عربية وبيغير له ستايل لبسه. وبيبدأ اول يوم دراسي ليه بيجيله تليفون من مراته انه نسي ميعاد المحكمة اللي ما بينهم، وبيقول لها انه مسافر بره البلد ومش هيقدر يجي يحضر المحاكمة. وبيحضر حصة تدريب كرة السلة وبيلفت نظر المدرب ميرفي وبيقول له يجي اختبارات الانضمام لفريق بتاع كرة السلة. وبيروح مارك يكلم ند في الحمام وبيقول له انه حاسس انه بقى على الطريق الصحيح وانه هينضم قريب للفريق الرسمي. وبيلاقي ان في صوت بيندهله في الحمام اللي جنبه، وبيلاقي ان ابنه مربوط وعايز حد يفكه، وبيفكه مارك وبيقدم له نفسه انه ابن عم ند وانهم قرايب وانه حابب يبقوا اصحاب. بيروحوا يفطروا سوا في استراحة المدرسة، وبيحكي له أليكس ان ستان لاعب السلة هو اللي عمل فيه كده وانه بيكرهه، مع ذلك مضطر يشوفه حتى في بيته لان حبيب اخته ماجي. وبيفضل مارك باصص لستان لحد لما بيجي عشان يتخانق معاه، وبيقوم له مارك وبيقول له انه لو قرب تاني لأليكس هيكلم والده يشتكي له، وبيحاول ستان انه يخبطه بالكورة ولكن مارك بيمسكها بكل سهولة وبيد واحدة. وبيديله محاضرة في الأدب وبيكلمه وبيقوله قد إيه هو شخص متنمر وضعيف، وأثناء شرحه بيكون بيلعب كرة السلة وكل المدرسة بتتفرج عليه لحد لما بيحذر ستان إنه ما يقربش تاني لأليكس وإلا هيتأذي. وبيرجع مارك البيت وبيقوله إنه اكتشف قد إيه هو أب فاشل وإنه بنته بتواعد أكبر مغفل في الجامعة وابنه بيتعرض للتنمر من المغفل نفسه. وبيكتشف إن عامل النظافة رجعه صغير عشان يساعد أولاده مش عشان يرجعه لكرة السلة. وبيروح لأليكس بيته على أساس إن ابن عم ند وبيلاقيه بيلعب سلة كويس، وبيقول له مارك إنه هيحاول يدخله في الفريق الرسمي. وبيجي تاني يوم وبيروح مارك المدرسة وبيشوف ستان وهو بيبوس بنته ماجي، فبيهجم عليه وبيتعمل استدعاء ولي أمر لمارك. وبيجي ند وهو متشيك عشان يبهر مديرة المدرسة ويخليها تعجب بيه، وبيحاول إنه يثير إعجابها ولكنه بيفشل. وبعد ما بيخلص مارك المقابلة مع المديرة بيطلع على بيت أليكس وبيلاقي مراته لوحدها، بيعرض عليها المساعدة في اللي بتعمله وبتقوله إنها ناوية تحول الجنينة لمعرض خاص بشغلها.
وبتبدأ تشرح له هي عايزة تعمل ايه وتبني ايه في جنينة بيتها، وبيعرض ان ممكن يساعدها في شغلها، وبيبدأ يقرب اكتر لابنه وبيدربه على لعب السلة، وبيساعد مراته اكتر، وبيجي ميعاد اختبارات دخول فريق السلة وبينجح أليكس ومارك في الاختبارات، وبتقول لهم سكارلت انها خلصت شغل في جنينة البيت وعايزة توريهم اللي عملته. فبينبهر مارك في شغل سكارلت بعد ما كان بيتريق عليها وعلى شغلها زمان، وبتقول لهم انها لازم تجهز نفسها لانها عندها ميعاد خروج بالليل. وبيفضل مارك قاعد مع أليكس لحد ما بيشوف الراجل اللي مراته خارجة معاه، واول ما بيشوفها بيقول لها انه مستحيل تسيب جوزها عشان الراجل ده، بتقول له انها حاجة خاصة بيها. ولما يشوف عمه مايك يديله الاوراق الطلاق عشان يمضيها، ويفكروا بالجلسة الاخيرة يوم 27 وانه لازم يحضرها لانهاء اجراء الطلاق. وبيلاقي بنته ماجي رايحة جري على عربية ستان، وبيعرف انها رايحة حفلة في صالة البولن، وبيقول لأليكس ان هما كمان هيروحوا الحفلة دي. وبيوصلوا هناك وبيفضلوا يدوروا على ماجي بنته لحد لما بيلاقوها، وبيسألها عن سبب انها مرتبطة بشخص فاشل زي ستان، وبتقول له انها بتحبه وناوية تفضل معاه طول حياتها، وانها تنتقل لجامعة جنب شغله عشان تفضل جنبه. بيقول لها مارك ان ده مستحيل يحصل، وانه مش هيسيبها تدمر مستقبلها عشان مغفل زي ده، وبيشدوا سوا وبيسيبها وبتمشي. وبيلاقي ابنه فشل انه يكلم البنت المعجب بيها، وبتبدأ اول مباراة سلة رسمية، وبيكون مارك متعصب وهو شايف مراته مع واحد تاني وبنته مع ستان، وبيفضل يلعب وهو مش مركز لحد ما في نهاية المباراة بيدي الكرة لأليكس وبيسددها، وبيكون سبب في ان هم يكسبوا المباراة. وبيلاقي أليكس البنت اللي هو معجب بيها جاية تحييه، وبيشوف مارك ان ند اخيرا قدر يخرج مع مديرة المدرسة جين، وبيقرر انه يقول للمدرسة كلها انهم يعملوا حفلة في بيته النهاردة اللي هو بيت ند صاحبه، بما انه هيبقى فاضي وراح يجهز لحفلته. بيلاقي ماجي قاعدة بتعيط لوحدها، وبيروح لها وبيعرف ان ستان انفصل عنها، وبيفضل يقول لها انها تستاهل الافضل وان ستان ما يستاهلهاش، لكنها بتترجم كلام مارك ان هو معجب بيها وبتحاول تقرب له، وبيقول لها انه جاي بس عشان يقول لها على الحفلة اللي في بيته. وبيروح يجهز للحفلة وبتبدأ الحفلة، وبيشوف مارك ان ابنه قدر يتكلم مع البنت المعجب بيها، وبيحس ان حياة اولاده بدأت تتعدل شوية. وبيلاقي ان ستان بيحاول انه يتقرب تاني لبنته، فبيتخانقوا سوا وبيضربوا ستان وبيغمى على مارك، وبيصحى وبيلاقي جنبه بنته ماجي، وبيتفزع من مكانه وبيقول لها انه مرتبط عشان كده ما ينفعش يكون معاها، وبيقدر يفلت منها. وبيلاقي ان سكارلت جت بيته وبتدور على أليكس ابنها لان اول مرة يتأخر بره البيت، وبيقول لها مارك ان أليكس اخيرا بقى ليه حبيبة وانه موجود معاها دلوقتي. وبتخلص السهرة بالند وجين وبيرجعوا البيت سوا، وبيلاقي ان مارك قالب البيت وبيأمر كل الطلبة الموجودين انهم يسيبوا البيت حالا، وبينهي الحفلة. وبتكون سكارلت شايفة ابنها مع حبيبته وبتشكر مارك انه بيهتم بيه، وانه كان محتاج مثل اعلى غير والده اللي ما كانش بيهتم بيه. وبيحاول مارك انه يبوس سكارلت، وبتكون ماجي شايفاه وبتضرب سكارلت بالقلم وبتقول عليه انه شخص غريب وتصرفاته اغرب، وبتسيبه وبتمشي. وبترجع له ماجي وبتضربه هي كمان، وبيروحوا اصحاب ماجي وبيضربوه هما كمان، وبتبوظ الحفلة. وبيروح مارك عشان يعتذر لند على اللي عمله في بيته، وبيضربه ند هو كمان باكتر من قلم عشان اللي عمله في بيته. وبيجي تاني يوم اللي بيكون يوم 27 ميعاد جلسة الطلاق، وبيقول مايك انه محتاج وقت اكتر من كده عشان يصلح نفسه وعيلته. وبيبداوا يتحركوا على قاعة المحكمة وبيوصلوا الجلسة، وبيستأذن مارك انه يتكلم باسم مايك قدام القاضية، ومراته بتوافق. وبيطلع الجواب اللي بيقول انه من مايك وان هو هيقراه قدامهم، وبيقول لهم ان مايك فاكر اول يوم شافها فيه وكانت لابسة ايه بالظبط، وان اول ما شافها كان بيتمنى انها تبقى معاه دايما، وبالرغم من المصاعب اللي واجهته في حياته الا انها الوحيدة اللي كانت واقفة جنبه حتى وهو بيلوم على الحاجات اللي فاتته طول السنين اللي فاتت. ولكنه اكتشف انه عشان بيحبها لازم يسيبها تمشي وتكمل حياتها من غيره. وبيسيب مارك الجواب على الصندوق اللي قدامه، وبتأمره القاضية انه يغادر قاعة المحكمة لاستكمال الجلسة. وبعد ما بيمشي بتطلب سكارلت من القاضية انها تأجل الحكم في الجلسة بتاعتها، وبتتأجل شهر. بتروح سكارلت عشان تشوف الجواب اللي سابه مارك، بتلاقي ان الجواب مكتوب فيه عنوان المحكمة بس، وان كل الكلام اللي قاله مارك كان من دماغه. وبترجع سكارلت بيتها بتلاقي الدبلة بتاعتها وجواب كاتب فيه مايك انه كان بيتمنى ينهي كل الحاجات اللي بدأها معاها. وبيجي تاني يوم ليلة ماتش كرة السلة، وبيكون مكتشف المواهب الخاص بكرة السلة موجود، وبيكون مارك قرر انه يبعد عن حياة عيلته لان كده افضل ليهم، وان هو هيركز في لعبته ومنحته الدراسية. وقبل ما بتبدأ المباراة بيعمل مارك لسكارلت نفس الحركة اللي كان بيعملها ساعة ما كانوا في مدرسة سوا. ما بتصدقش ان مارك هو مايك، وبتضطر تسيب المباراة وبتمشي. وبيشوفها قدامه وبيفتكر نفس اللحظة لما قالت له ان هي حامل، وبدل ما يرمي الكورة بيديها لابنه أليكس انه يكمل المباراة بداله. وبيجري وراها وكأنه دخل في دوامة، وبيرجع تاني مايك لسنه الطبيعي. وبتشوفه مراته وبتصدق ان مارك كان مايك، وبيعتذر لها على كل اللي عمله معاها، وان هي افضل قرار اخده في حياته، وانه مش عايز يضيعها من ايده. وبيطلب منها فرصة جديدة ليه، وبتقوله ان هي كمان افتقدته وانها تتمنى ان مايك بتاع زمان يرجع لها. وبيشتغل مايك في المدرسة كمدرب سلة، وبيرجع تاني لحياته، وبيقدر انه يهتم باولاده احسن من الاول. لو الفيلم عجبكم متنسوش
تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي.